زلزال في البيت الملكي. استقالة تشابي ألونزو تعري تمرد النجوم وتضع حداً لحلم لم يكتمل. بين جدران السانتياغو برنابيو انفجر برميل البارود لينهي حقبة المدرب الباسكي بعد 7 أشهر فقط. لم تكن خسارة نهائي السوبر أمام برشلونة مجرد كبوة، بل كانت الشرارة التي كشفت المستور. انقسامات حادة وتدخلات إدارية سافرة طمست هوية الميرينجي. توني كروس الأسطورة المعتزل وضع المشرط على الجرح. شخص الداء بعبارة واحدة: فقدان الفوضى. يرى كروس أن ريال مدريد لا يمكنه العيش في جلباب التحفظ المبالغ فيه، فالهوية الملكية تتغذى على الفوضى الخلاقة، تلك اللحظات المجنونة التي تبرز فيها مهارة الأفراد. أما عقلنة اللحد التي أرادها ألونزو فقد أفقدت الفريق أنيابه وجعلت فينيسيوس جونيور يقاتل وحيدا في جزر منعزلة. وبعيدا عن التحليل الفني، كانت النيران تلتهم غرفة الملابس بصمت. رحيل ألونزو لم يكن إقالة، بل صرخة استقالة حملت شعار كفى. التقارير تشير بوضوح إلى حالات تمرد وقادها نجوم بوزن فالفيردي وبيلينغهام. فجوة لا يمكن ردمها حولت بيئة العمل إلى ساحة من الأنانية والتسيب، حيث بات التأخر عن التدريبات سمة سائدة. ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد. القشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت في محاولة الإدارة فرض المعد البدني بينتوس على ألونزو، خطوة اعتبرها المدرب تقويضا لصلاحياته وتجاوزا لخطوطه الحمراء. ومع تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس، وجد ألونزو أن الاستقالة هي المخرج الوحيد لحفظ كرامته المهنية. وفي قلب العاصفة ظهر شرخ إنساني عميق. صداقة ألونزو وأربيلو التاريخية تحطمت. أربيلو الآن هو المدرب الجديد، في تحول سريع يطرح تساؤلات مريبة. هل كان البديل جاهزا مسبقا؟ وهل تحطم مشروع بيريز طويل الأمد على صخرة واقع الغرفة المظلمة؟ لكن هذا الزلزال المدريدي أحدث حالة استنفار في البريمير ليج. ليفربول يترقب، والآنفيلد ينتظر ابنه الضال لإعادة بناء المشروع من جديد. وفي مانشستر يرى اليونايتد في ألونزو طوق نجاة، بينما يراقب السيتي بهدوء باحثا عن وريث شرعي لفلسفة غوارديولا. في المحصلة هي حكاية كلاسيكية متكررة، صراع الفلسفة التكتيكية الصارمة مع سطوة النجوم وفرديتهم. ألونزو الآن حر، لكنه يحمل معه درسا قاسيا قد يكون مفتاحه للنجاح في ملحمته الإنجليزية القادمة.